بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهارده طريقه عمل المكموره، تعملوها في الفطار في العشاء، زي ما تحبوا. اول حاجه جبت الحله وحطيت فيها شويه زيت، وكنت بقى مقطعه البطاطس مكعبات صغيره كده وغسلاها كويس. هنزل عليها اهوت بعد ما الزيت معايا اتقدح، وهقلب بقى في البطاطس واحط بقى بهاراتي، ملح وفلفل اسمر زي ما انتم شايفين كده. هقلبها كده وبعدين ههدي عليها النار واغطيها بقى. واغطيها عشان هي اسمها بطاطس مكمورة. تغطي عليها بقى وتوطي عليها. حطيت الملح اهوت عشان بقى الزيت غالي بقى، فاحنا بنوفر في الزيت، فقلنا نعمل البطاطس النهارده مكمورة في الفطار في العشاء. حطيت فلفل اسمر اهوت، تعملها في الفطار في العشاء بتبقى جميلة اهوت. حطيت فلفل اسمر وملح اهو بالشكل ده. اقلبها بقى مع البهارات بتاعتها، ملح وفلفل اسمر. عايزه تحط اي بهارات حطي. انا حطيت فلفل اسمر وملح بس. وبرده حطيت فصين توم كده مهروسين اهوت، فصين توم مهروسين كده حطيتهم عليها. وهدي بقى عليها النار خالص واغطي عليها واسيبها تتكمر لحد ما تستوى اهوت. اغطي عليها بقى واسيبها لحد ما تستوى. هي استوت اهي معايا بالشكل ده. متاخدش وقت لان لما بتغطي عليها وتهدي عليها النار بتستوى بسرعه معاكي اهي. ما بتاخدش زيت كتير، يعني شويه زيت بسيطين اهوت. كنت بعملها بقى على الفطار النهارده زي ما انتم شايفين كده. طلعت معايا بالنتيجه دي، طعمها روعه. وده الجبنه وده الليمون وده الطماطم وده البيض وده العيش اهوت. وده كان فطارنا النهارده يا حبايبي، بطاطس مكموره. طريقه عمل بطاطس المكموره طريقه سهله جدا. عجبكم الفيديو بقى وعجبكم البطاطس المكمورة بتاعتنا النهاردة، يا ريت ما تنسوناش باللايك والشير وتفعلوا زر الجرس. فعلوا زر الجرس. مع السلامة يا حبايبي. ما تنسوش اللايكات، اهم حاجة اللايكات. مع السلامة.